زي ما وجهنا النقد لعز الدين قناحي نجم المنتخب المغربي بعد تصريحاته المثيرة ضد منتخب مصر، لازم كمان نثني على قناحي بعد مباراة تنزانيا والفوز الكبير، لأن قناحي أخد رجل المباراة. مش بس كده، لازم كمان نشكر وليد الركراكي المدير الفني الوطني للمنتخب المغربي، المدير الفني المحترم، لأنه رد واعتذر للشعب المصري بطريقة محترمة جدا وبطريق غير مباشر. عجبني في قناحي ان هو ما اهتمش ان هو يرد على الاعلاميين المصريين او على كل واحد عمل فيديو او كل واحد حاول ينتقد عز الدين قناحي، وكان مركز في المباراة بتاعته ورد في الملعب واخد رجل المباراة، مباراة تنزانيا والمغرب واللي انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كان رجل المباراة عز الدين قناحي وفعلا عمل مباراة كبيرة جدا ويستاهلها. اما بقى وليد الركراكي المدير الفني المحترم واللي انا بحترمه جدا، رد للمصريين اعتبارهم بطريقه محترمه جدا. الركراكي طلع قبل البطوله وقال انا اتمنى العب بطريقه منتخب البرازيل والعب ضاغط لقدام دايما واخد بطوله افريقيا، لكن ده هيكون صعب. لكن انا هطبق تجربه المنتخب الوطني المصري واتمنى ان انا اكون زي منتخب مصر واحقق 7 بطولات، وان شاء الله في البطولة دي نمشي على خطى المنتخب المصري. وده إيحاء منه إن هو معجب بطريقة أداء المنتخب المصري، وكمان تعويض عن كلام لاعبه عز الدين قناحي. بالتوفيق لمنتخبنا العربي المغربي والوليد الركراكي والقناحي كمان، اللي أعتقد إن هو اتعلم من الدرس وإن شاء الله يكون له مستقبل كبير.